وطبعا لسه لحد دلوقتي في ناس كتير جدا محظورين من النسخ الرسميه والنسخ المعدله. فعايز اقول لك ان انا النهارده جايب لك اقوى وافجر طريقه فك معدل في المجال كله، حرفيا ثغره سهله جدا وبسيطه وبدون ربط حساب، والشرح هيبقى بالتفصيل جدا واعرفك ازاي تفك رقمك في اقل من دقيقه حرفيا يعني. وكل اللي انا طالبه منك انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتركز معايا في الفيديو من اوله لاخره، وما تسبقش ولا تقدم اي ثانيه في الفيديو عشان هتفرق معاك انت. تمام؟ وزي ما قلت لك الطريقه سهله جدا وهتشغل بقى رقمك وبدون ربط حساب، وان شاء الله رقمك هيرجع يشتغل على النسخ الرسميه والنسخ المعدله كمان زي الاول. ويلا بينا نطلع على الانترو ونرجع على الشرح على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا قبل اي حاجة شكرا على 3000 اخ واخت، عقبال المليون وال100 مليون مع بعض ان شاء الله. وطبعا زي ما انت شفت كده في موضوع الفيديو، جايب لك النهارده اقوى طريقة فك معدل في المجال كله حرفيا. ان شاء الله الطريقة ديت الوحيدة اللي شغالة دلوقتي وبدون ربط حساب، وهترجع تشغل رقمك زي الاول بالظبط على النسخ المعدله، ولو انت محظور على الرسمي كمان هتتفك. والثغره حرفيا بسيطه جدا، وانا اول ما جربتها فكيت بقى 4 ارقام، يعني مفيش رقم اصلا واقف معايا لحد دلوقتي. طيب الناس بقى اللي هي جربت طريقه ربط الحساب وما نفعتش معاهم وجربوا الطريقه اللي انا نزلتها الفيديو اللي فات، حرفيا الفيديو معدي 7000 مشاهده. يعني الطريقه شغاله، الطريقه لو مش شغاله ما كانتش هتعدي 7000 مشاهده. تمام؟ يعني لو جيت دخلت على اليوتيوب اصلا كده وشفت الفيديو هتلاقيه معدي 7000. تمام؟ عايز برضو تروح تشوف الفيديو ده وتجرب الطريقه، جربها. ثواني بس عشان النت ضعيف. هتروح على الفيديوهات، هتنزل تحت شويه كده اهوت زي ما انت شايف. هو ده الفيديو يا اخواتي كده زي ما انتم شايفين، طريقه فك الحظر المعدل، حل مشكله تحتاج الى تطبيق واتساب الرسمي لتسجيل الدخول. تمام؟ طبعا الفيديو ده معدي 7000 مشاهده ومنزله من 3 اسابيع. تمام؟ ديت برضو كانت طريقه من الطرق بتاعه فك الحظر المعدل. لو انت ما نفعتش معاك اي طرق من اللي انا نزلتها قبل كده، اتفرج على الطريقه ديت دلوقتي. وبرضو لو ما جربتش الطريقه اللي فاتت روح جربها، هي اسهل من اللي انا اقولها دلوقتي. تمام؟ وقبل ما نبدا في الشرح واقول لك ازاي تفك رقمك وتشغله على المعدل تاني، صلي على النبي واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب كومنت جميل لو الطريقه اشتغلت معاك. تمام؟ تاني حاجه، كل اللي احنا هنستخدمه في الشرح هسيبه لك تحت في الوصف. تمام؟ انت بس هتنزل على الوصف على طول هتلاقي كل اللي احنا هنستخدمه في الشرح، وهتاخده وتطبق الشرح ورايا بالظبط. تمام؟ طبعا ديت نسخه واتساب معدله كده، لو انت فتحتها دلوقتي على رقم محظور معدل، الرقم ده هنفكه. تمام؟ طبعا ديت الواجهه اللي بتبقى ظاهره لك، لابد من استخدام تطبيق واتساب الرسمي لتسجيل الدخول. تمام؟ طيب سيبك بقى من النسخه خالص دلوقتي وسيبك من الرقم المحظور. تمام؟ تعالى بقى اوري لك ازاي تفكه. تمام؟ يعني من اول الثانيه دهيت ابدا ركز معايا وما تقدمش اي ثانيه في الفيديو. تمام؟ تعالى بقى نخرج بره خالص. تعالى كده ثواني. لو جيت هنا، هو ده الكود اللي احنا هنفك بيه الرقم، بس ركز معايا، مش يعني ما تاخدش الكود وتروح تجري تجربه على طول. تمام؟ ركز معايا دلوقتي عشان اقول لك ازاي تستخدم الكود وتفك بيه الرقم. تعالى كده احنا هننسخ الكود، ناخده نسخ اهو. تمام؟ طبعا الكود هسيبه لك تحت في الوصف. تمام؟ هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الوصف، ولينك قناه التليجرام بنوزع فيها ارقام فيك، وبنوزع فيها بنطير فيها ارقام، وبرضه بنعمل كل حاجه في قناه التليجرام. فعايزك برضه تيجي على قناه التليجرام، هسيبها لك تحت في الوصف. طيب دلوقتي بقى احنا نسخنا الكود، هنروح بقى على تطبيق الجيميل. ثواني. طبعا في برنامج مجال هنا بجهز لكم فيه اهوت. تمام؟ لسه يعني بجهز فيه حاجات كده من سكتش وير برضه، يعني مجهز لكم كذا حاجه كده قريب هتشوفوها. تمام؟ تعالى خش على البرنامج. ثواني. هو ده البرنامج كده زي ما انت شايف، لسه يعني ببدأ فيه وبجهز لكم فيه حاجات هتعجبكم يعني ان شاء الله. تمام؟ وهنا برضو هحطلك كذا حاجة بدل طريقة الفينش، يعني بدل ما احط لك طريقة واحدة حطيت 5 طرق زي ما انت شايف. تمام؟ فاستعدوا واستنوا البرنامج ده، يعني ان شاء الله اول ما اخلصه هنزله على طول. تعالى بقى على تطبيق جيميل. انا بستخدم تطبيق اسمه جيميل جو. ليه بقى؟ لان التطبيق ده يعني هو اسرع من التاني، وساعات التاني بيعلق اللي هو الجيميل العادي. تمام؟ فانا بستخدم ده افضل يعني. تمام؟ طيب تعالى بقى هات اي جيميل من عندك. تمام؟ بعد ما فتحت الجيميل بتاعك وجبت منه الاكونت اللي انت هتراسل بيه الشركه او هتبعت منه للشركه، تقوم جاي دايس على الكلمه اللي هي تحت ديت كده زي ما انت شايف. تمام؟ هيفتح معاك الواجهه دي كده. تمام؟ هنا كلمه تو، هنا طبعا فروم ديت اللي هي الايميل بتاعك اللي انت هتبعت منه للشركه. تمام؟
هنا كلمة تو ديت اللي هي الى، ده اللي انت هتبعت له الرسالة. تمام، اللي انت هتبعت له الرسالة طبعا هيبقى الدعم. تمام، انت عايز جيميل الدعم. تمام، برضو هسيبه لك تحت في الوصف، وهتدخل على قناة التليجرام تاخده رسخ على طول. تمام، انا حافظ مثلا الكلمة بتاعت الجيميل حافظه، فانا هكتبه كده سبورت. تمام، SUBBORT اهوت، هو ده اول واحد ظهر لنا اهوت. طبعا عشان انا كنت بدخله كتير قبل كده فهو ظهر لي على طول عندي. تمام، هدوس عليه كده اتحط. تمام، ده اللي احنا هنبعت له. طيب دلوقتي بقى ندوس على كلمة سبجكت، هنا هتسيبها فاضية ما تكتبش فيها اي حاجة. تعالى بقى على الاخيرة اللي هي ارسال رسالة الكترونية. لو انت عندك بالعربي هيبقى مكتوب ارسال رسالة الكترونية. تمام، هنحط فيها ايه بقى؟ هنا هنحط الكود بالرقم المحظور. تمام، هتحطه لصق كده زي ما احنا كنا واخدين نسخ، دلوقتي هتحطه لصق. تمام، تعالى بقى كده، هنا طبعا سايب لك رمز الدولة جاهز. هنا هتحط بس رقمك على طول زي ما انت شايف كده، تحط الرقم. تمام، هنفترض ان ده الرقم المحظور معدل. تمام، دلوقتي انا حطيت الجيميل اللي انا هبعت للدعم، الجيميل بتاع الدعم اهوت، وكلمة سبجكت اللي هي الموضوع سبتها فاضية، وهنا الكود بالرقم المحظور. تمام، هتروح بقى تعمل ارسال على طول. هتدوس على ارسال، تستنى كده يقول لك تعمل ارسال اهوت. تمام، هتروح بقى تجيب ايميل تاني، انت هتبعت الكود ده وهتعمل الخطوه دي من 4 ايميلات عندك. طب انا يا عم كيمو مش عندي 4 ايميلات، عندي 2 بس، اعمل ايه؟ هتقوم واخد الكود وبعته مرتين من كل ايميل. تمام، المهم ان انت تبعته 4 مرات للدعم. هتروح مثلا تجيب اي ايميل تاني كده زي ما انت شايف، انا كده بغير الايميلات على فكره من فوق اهوت، لو انت ملاحظ هنا اف بغيره يعني. تمام، هتعمل برضو نفس الحوار بالظبط، هتيجي هنا تكتب سبورت، او تاخد بتاع الدعم، الايميل بتاع الدعم هسيبه لك تحت جاهز. تمام، تاخده نسخ يعني على طول، وتسيب السبجكت فاضيه اللي هي الموضوع، وتروح على الرساله الالكترونيه وتحط فيها الكود اللي احنا خدناه نسخ، وتحط هنا رقمك المحظور معدل. تمام، ثواني كده، تحط هنا رقمك وتقوم باعت لهم على طول. تمام، هما طبعا هيردوا عليك في اسرع وقت، يعني لو اتاخر في الرد هما بالظبط 5 دقايق او 10 دقايق هيكونوا رد عليك. تمام، ولو اتاخروا في الرد اكتر من كده هيبعت لهم تاني على ان الدعم اصلا يعني في كذا خلل ومشكله، فان شاء الله يعني هيرد عليك برضه، هيرد عليك في اسرع وقت ان شاء الله. تمام، طيب دلوقتي انا بعت للدعم الكود اللي انت قلت لي عليه يا عم كيمو، وبرضه لسه ما ردوش عليا. اعمل انت بس هتستنى يا عم 10 دقايق هيردوا عليك والله، هما ممكن يردوا في نفس الدقيقه لو انت عندك جيميل جديد. وطبعا لما يكون عندك جيميل جديد هيبقى افضل ان انت يكون عندك يعني ايميل جديد قديم وكده. تمام، طيب دلوقتي بقى انت بعت لهم، مستني منهم الرد. جالك الرد دلوقتي من ايميل من ال4 ايميلات، هما هيردوا عليك على ال4 طبعا، وهيردوا عليك في كل مره تبعت لهم، حتى لو الرد اتاخر هيردوا عليك يعني هيردوا. تمام، والكود ده يا جماعه برضو لو رقمك محظور انتهاك او مشدد ده بيفكه برضو عشان نبقى عارفين. تمام، ايا كان يعني الرد اللي هيجيلك انت هتروح تشوف رقمك اتفك ولا لسه. تمام، فانا عايز اي حد رقمه يتفك من الكود، وان شاء الله ارقامكم كلكم تتفك، انزل تحت في الكومنتات ويكتب انا رقمي اتفك يا عم كيمو، ويكتب كلمه حلوه في الكومنتات عشان غيرك يشوفها ويدخل يشوف الفيديو. تمام، طب انا دلوقتي بعت للدعم من مليون ايميل وجالي رد وبرضه الرقم ما اتفكش، اعمل ايه دلوقتي؟ في الحاله دي انت هتعمل حاجه من الحاجتين، يا اما ترجع تشوف الفيديو اللي فات اللي انا منزله على القناه بتاعت الطريقه الاولى اللي هي بتاعت فك المعدل وتجربها. تمام، او تعمل ربط حساب. تمام، الطريقه التانية بقى ان انت هتستنى ان انا انزل فيديو تاني او طريقه جديده لفك المعدل، لان انا والله يعني حرفيا على ضغط جامد، كل شويه حد يدخل لي على الخاص فك لي الرقم ده ومش عارف ايه. تمام، فانا باخد كذا رقم وبجرب عليهم كذا طريقه، الطريقه اللي بتشتغل بنزلها زي ما انت شايف كده. تمام، وطبعا ممكن الطريقه من كتر الاستخدام بتقف. تمام، فانا بدور والله يعني مش سايبكم والله، يعني انا كل ما اشوف طريقه جديده بقوم انزلها على طول. تمام، وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبك وتجرب الطريقه، وانزل اكتب لي تحت في الكومنتات اشتغلت معاك ولا لا. لو ما اشتغلتش اعمل اللي انا قلت لك عليه، واستنى مني فيديو جديد وطريقه جديده. ما تنساش اللايك والكومنت الجميل بتاعك والسبسكرايب. بس كده يا اخواتي، اشوف الشوك على خير الفيديو الجاي، سلام.